هلو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم على حاجه مهمه قوي لازم تكون عند كل البنات. لازم يكون في روتين بشرتك تونر طبيعي. التونر ده مهم جدا جدا جدا، بيقفل المسام وكمان بيحسن مظهر بشرتك. لو بشرة فيها حبوب، اثار الشمس، بينظف البشرة تنظيف عميق وبيشيل الاثار اللي الغسول مش بيقدر يشيلها والاتربة والاوساخ والكلام ده. لما تيجي تسألي اي حد تقولي له على نوع تونر استخدم ايه، الكلمة الوحيدة اللي بتطلع منه يقولك مية الورد. طبعا كلنا مفيش اختلاف ان مية الورد حلوة جدا 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 للبشرة، بس لما امتى تكون مية الورد حلوة؟ لما تكون اصلية. اولا مية الورد، معظم مية الورد اللي بتتباع بتكون فيها رائحة الورد وبتكون فيها مكسبات طعم ورائحة الورد، فدي طبعا بتعمل التهابات وبتعمل حبوب وبتبهدل البشرة وبتعمل تهيج في البشرة، لان بيكون داخل فيها عطور مش ورد اصلي. النهاردة جايبه لكم تونر من مية الورد هنعمله ومن اللافندر. التونر ده هيكون طبيعي 100% وتحفة تحفة تحفة، فيه فيتامين سي كتيرة جدا، بيشيل حروق الشمس واثار الشمس والبقع وبيحافظ على البي اتش بتاع البشرة. اولا ده الورد المجفف ممكن نستخدمه، ممكن نستخدم الورد البلدي العادي بيتجاب منين؟ من المحلات اللي بتبيع الورد، والورد المجفف بيتجاب من عند العطار. بجيب شوية كده زي دول، معلقة من الورد على كوباية من المية، وبغليهم لحد ما الكمية تقل وتبقى نص كوباية. يغلي لحد ما الكوباية تبقى نص كوباية، بتبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى ان احنا ناخد مية الورد اللي احنا غليناها ونحطها بالشكل ده، وناخد من الماء المكربن. الماء المكربن ده ماء فوار معبأ تحت ضغط ثاني أكسيد الكربون، حلو جدا وبيفتت كل الأوساخ والأتربة. ناخد مثلا معلقتين كده عشان نعزز الوصفة بتاعتنا. وهنبدأ ان احنا بإزازة فاضية كده تكون نظيفة، عندنا إزازة فاضية تكون نظيفة. هبدأ ان انا احط كل الخليط ده واحتفظ بيه في التلاجة بالشكل ده، صالح لمدة 3 أيام، بيتساب في التلاجة، بنحتفظ بيه في التلاجة. وبنعمل ايه؟ ممكن ان انت ترشيه على بشرتك وتمسحي بقطنة، او ترشي في قطنة وتبدأي ان انت تمسحي كل بشرتك بيه. ده اول نوع انا عملته. لو حابة ان انت تحتفظي بيه شهور، ممكن ان انت تحطيه في مكعبات تلج وتاخدي المكعبة وتعملي بيها بحركات دائرية، وهيبقى حلو جدا جدا معاكي. تاني نوع عندي وهو اللافندر، وده شكل ورق اللافندر. ولو ما تلاقيتيش اللي لونه موف ده، ممكن تجيبيه اللي من غير لون، حلو برضو. الزهرة اللي هو الزهرة بس عادي برضو جدا جدا شغال. خلاص، وده شكل الزهرة، بس لونها حلو جدا. باخد شوية دول بحطهم، بحط عليهم كوباية مية وبغليها لحد ما تبقى برضو نص كوباية مية، نفس النظام. بعد ما اغليها تبقى بالشكل ده، ببدأ ان انا احطها واحط عليها برضو من الماء الفوار. الماء الفوار ده نفس البي اتش بتاع البشرة، بي اتش البشرة 5.5. عايزة اقول لكم ان الماء الفوار ده اول لما بيتحط على البشرة بينشط الكولاجين، بيخلي الدم يضخ في البشرة، فبالتالي البشرة بيبقى لونها بينك، كل الأوساخ والأتربة بتتشال، البشرة بتبقى نضرة وفاتحة جدا، بيشيل البقع، بيقفل المسام، بيعالج الحبوب. حلوة جدا جدا. هي مش مياه غازية، هي معبأة تحت ضغط ثاني أكسيد الكربون، فبالتالي بتخلي الدورة الدموية تتنشط في البشرة، فحلوة جدا جدا. وأنا بحب إن أنا جدا أعملها في كل أنواع التونر بتاعي. طيب، خطوة التونر دي بستخدمها إمتى وإزاي؟ أول حاجة لازم ان انا بغسل وشي بالغسول المناسب. تاني خطوة بعملها بروح مستخدمة التونر. تالت خطوة بعملها بروح مرطبة بشرتي. لو انا بالليل بستخدم سيرم اويل زي ده، لو انا بالنهار بستخدم سيرم جل او سيرم مائي زي ده. وبعدين بحط سيرم العين، وبعد كده خلاص انا كده خلصت الروتين بتاعي بتاع البشرة، عملت كل حاجة. عايزة اقول لكم ان التونر انواع كتيرة جدا، في بالورد وفي بالبرتقال وفي بالليمون وفي بشجرة الشاي، فالحاجات دي بتكون مش كل الناس بتقدر ان هي تشتري تونر زي ده. علشان كده انا النهارده عملت لكم التونر باللافندر والتونر بالورد. واتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده، واشوفكم فيديوهات كتيرة ان شاء الله جاية. ولو في اي تعليق ابعتولي في الكومنت، وبشوف كل التعليقات وبرد عليكم.